السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي التشاور الجمهوري، رجعت لكم فيديو جديد. فيديو الأهلي والمصري. أنا مش متعود إن أنا أتكلم في المحلي، بس أنا شفت الماتش النهاردة لأن كان على صدارة الدوري، وفرقة المصري لغاية دلوقتي ما تعرضتش ولا هزيمة وما دخلش فيها ولا هدف. فبجد كان ماتش محتاج يتابع، وشفنا النهارده المصري اللي عمل ماتش كبير جدا. وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب لحد دلوقتي على التحدي بتاعنا 1000 متابع 100 سنة. ويلا نبدا الفيديو بتاعنا. لقاء بين الاهلي والمصري. المصري اللي ما خسرش ولا لقاء في الدوري لغايه دلوقتي وما دخلش فيه ولا هدف، والاهلي اللي لسه جاي من فوز مرعب، فوز كبير ب 6-1 من قدام شباب بلوزداد. سريعا كده نبدا بالشوط الاول. بس قبل ما نبدا الشوط الاول كنت عايز افكركم ان علي ماهر عامل فرقه مرعبه جدا من المصري، عامل نسخه خياليه من المصري. بجد فرقه تستحق ان هي تنافس على الدوري، فرقه قويه جدا باسماء مش اقوى حاجه، بس قدر بيطلع منهم فرقه مرعبه لكل الفرق اللي في الدوري كلها. نبدا الشوط الاول بضغط كبير من نادي المصري على نادي الاهلي. النادي الاهلي اللي كان بيحاول طول الشوط الاول اللي هو يفك الضغط على نفسه، النادي المصري اللي كان عامل ضغط في كل الاماكن وبكل اللعيبه بتاعته، وكان بيطلع يضغط من نص الملعب، وكمان مش من نص الملعب بس، ده كان بيضغط من على خط ال 18 بتاع النادي الاهلي عشان ما يدلوش فرصه لو يطلع بالكوره. شفنا ازاي الاهلي كان بيغلط غلطات كتيره قوي النهارده بسبب الضغط الكبير اللي كان عامله لعيبه المصري من تعليمات علي ماهر على النادي الاهلي. وشفنا ازاي لعيبه المصري كانت مصعبه فعلا الخروج بالكوره على النادي الاهلي. وكمان لعيبه المصري كانوا احسن انتشار بكتير قوي من لعيبه الاهلي في المباراه. بصراحه كان الانتشار بتاعهم عالي قوي 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 قوي. بس برغم من كل ده، وبرغم الفرقه الجيده اللي كان عاملها علي ماهر، والماتش اللي كان جيد جدا اللي عامله علي ماهر بصراحه على النادي الاهلي. النادي الاهلي قدر يسجل من كوره حره مباشره في الدقيقه 39 من تنفيذ يحيى عطية الله، اللي عمل كوره حلوه جدا تخبط في العارضه وتخش بلياردو. وشفنا ازاي كمان الاهلي بقى عنده كتيبه من اللي بيلعبوا الضربات الحره مباشره وبيلعبوها جيد جدا جدا. عنده علي معلول، عنده يحيى عطية الله، وعنده كمان وسام ابو علي الخارق اللي بيلعب ضربات حره من حته تانية. وشفنا بقى الاهلي الشوط الاول يسمى الشوط خروج انتصار بدون مجهود. حرفيا الاهلي قدر يطلع بانتصار او بواحد صفر في الشوط الاول بدون مجهود نهائي. كان بيلعب على الواقف، وكانت هو كان عنده مشكله في الخروج بالكوره، بس مش ما عملش مجهود جامد جدا قدام النادي المصري. نخش في الشوط الثاني. الاهلي كان احسن فيه نسبيا من الشوط الاول، بس برضه المصري كان حلو قوي في الشوط الاول، بس الشوط الثاني ما كانش حلو بالنسبه للشوط الاول. الاهلي اللي قدر يسجل في الشوط اللي في المصري بدل الهدف اتنين، والمصري اللي ما قبلش ولا هدف قدر يقبل اتنين قدام الاهلي، ودي تبقى اول خساره للنادي المصري في الدوري كله. وكمان شفنا الاهلي الشوط الثاني كان احسن من الشوط الاولاني. مش ده الاهلي اللي احنا كنا مستنيينه، مش ده الماتش اللي احنا كنا مستنيين نتفرجه بين الاهلي، بس برضو اللي انت تكسب 2-0 وما تعملش المجهود الخرافي اللي انت كنت متوقع، فده حاجه حلوه جدا. انت بتريح اللعيبه على الاقل، لان انت حرفيا انت عندك ونجين تاو وشحات حرفيا ما فيش بديل ليهم. فانت لو واحد منهم اتصاب انت ضيعت. انت بتنزل كريم الدبيس، هو اصلا ما بيلعبش جناح، بس انت بتديله جناح يمكن يتالق. وانا بالنسبه لي كريم الدبيس بيلعب جناح يمين وجناح شمال مش وحش. فانت لو اعتمدت عليه حتى لو في الدوري وبلاش تبيعه خالص هيفرق معاك جدا جدا جدا. نيجي للكابتن الشناوي اللي في الشوط الاول كان عامل فضايح في الكوره، 3 4 غلطات ويطلع بالكوره تتمسك وتقع منه. شفنا ازاي الروج بعد ما شاط الكوره وقع. انا بالنسبه لي شايف ان دي فيها شك اللي هي ضربه جزاء. معرفش ازاي الحكم في كوره زي ديت ما يروحش للفار. بالنسبه لي لو راح للفار كان ممكن يغير رايه. انا بالنسبه لي دي ممكن كانت تكون ضربه جزاء لو الحكم رجع للفار من وجهه نظر انا. انا اهلاوي، بس انا بتكلم بالحق. انا دي لو الحكم كان رجع كانت 75% ممكن يحسب فيها ضربه جزاء، بس هو ما راحش والكوره ما اتحسبتش. بالعته بتاع التحكيم المصري اللي احنا بنشوفه الفتره الاخيره، كل ماتش لازم يبقى فيه كارثه او اتنين. ما ينفعش ماتش يعدي كده من غير اي غلطه تحكيميه. لازم كل مباراه لازم يبقى فيها غلطه واثنين وثلاثه. ما ينفعش ماتش يعدي كده صافي من غير غلطات. وبكده وخلصنا الفيديو بتاعنا. ان شاء الله لايك وشير وسبسكرايب لحد السنه بتاعنا 1000 متابع من سنه. وسلام.